السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. طريقتين للكفتة أحسن من بعض يا بنات، خليتهم كده في فيديو واحد عشان الكل يستفيد. بجد طريقتين، التانية أحلى من الأولى والعكس. بجد يا رب نرضاكم الطريقتين. تعالوا يلا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وتعالوا نشوف طريقتي. أنا عندي نص مفروم، عندي معلقتين ليا، عندي نص كوب برغل منقوع ومتصفي كويس جدا من المية، عندي بصلة مبشورة ومتصفية المية بتاعتها، والمية دي احنا مش هنرميها، احنا هنستخدمها، هنشوف ازاي دلوقتي مع بعض. وفص توم واحد لا غير. مقاديرنا بسيطة جدا، وتعالوا نشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. انا هشتغل بقى هنا في الكبة، هحط اللي هي البرغل مع اللية مع البصلة وهبشرهم كويس جدا. شايفين بقوا بصوا مبشورين مطحونين يعني كويس جدا. عندي بقى فلفل اسمر وزنجبيل وبهارات لحمة والملح حسب الرغبة ورشة قرفة. يعني هقلبهم كده شوية كده مع بعض طبعا، ومعلقة بيكنج باودر صغير. قلبتهم كده حاجة بسيطة يعني، لان انا هضربهم تاني في الكبة. ده الخطوة دي مهمة جدا علشان البرغل يختفي خالص مع المفروم والبهارات بتاعتنا كلها. ده مهم جدا الطريقة دي. ماشي، شايفين نسيج واحد. طبعا انا بقول لكم هنا انا حطيت البيكنج باودر. عندي بقى الخضار بتاعي، عندي بصل وفلفل الوان حسب الكميه اللي انت عايزاها، شويه ملح بقى وشويه فلفل اسمر، ادعكيهم كويس. الطريقه ديت يا بنات بصراحه بتودي الخضار لمكان تاني خالص، جربوها تعتمدوها ان شاء الله. طبعا انا حطيت شويه زيت على الفلفل الالوان. بعد كده انا عندي بقى الشليمون، وعندي اللي هي الميه بتاعه البصل، هعمل كده بيها ايديا على الشليمون برضو وهبدا اصبع عليها. طبعا عندك اسياخ الشيش طاووق او عندك المعلقه بقى او شوكه اللي يريحك، بس هنا الشليمون شايفين عاطيه فتحه كبيره ازاي للكفته. ده بيساعد ان هي تستوي كويس جدا وتبقى طريه برضو وهشه، ماهيش مكتومه يعني. خلصي بقى كميتك صبعيها بالطريقه دي. ميه البصل الشويه اللي فاضلين حطيت عليهم معلقه صلصه او معلقه كاتشب وقلبيهم كويس. ده التركايه مهمه جدا برضو، بتخلي لون الكفته جميل قوي كده حلو، يعني شايفينه بيبقى لونها ازاي في اول الفيديو. ده السر بتاعي. ادهني بقى وش الكفته كده بالطريقه ديت حتى تخليها برضو طريه، ما بتخليهاش ناشفه. تمام. بعد كده هوت بقى هنحطها على فرن حار جدا يا بنات، في الرف الاوسط لغايه ما هتستوي. هتاخد من حوالي من تلت لنص ساعه علشان الخضار يتبل وياها بالشكل ده. الخطوه دي اختياريه، عايزه تحطي فحم اللي يريحك، مش عايزه خلاص مفيش مشكله. هي طعم الكفته كده تحفه لوحده يعني. شايفين الكفته ما كشتش وطعم ولون حاجه فظيعه. وحطي بقى الخضار ده تاكليه كمان احسن من الكفته. والله وصفه ممتازه جدا، اتمنى ان الفيديو نرضاكم. تعالوا يلا نشوف الوصفه اللي هي الثانيه وان شاء الله هتعجبكم جدا. لو انت الكفته بتنشف منك في الفرن او ما بتحبيش تعمليها في الفرن لانها مش بتنجح وياكي، طيب تعالي احنا المره دي هنعملها على البوتاجاز من فوق، مالكيش حاجه خالص، وتطلعي كفته زي الفل زي ما انت شايفاها كده. تعالوا نشوف الطريقه. انا عندي نص مفروم وعندي معلقتين ليا مهمين جدا برضو، او اللحمه بتاعتك تكون دسمه. عندي بصله كبيره مبشوره وفيها الميه بتاعتها. عندي معلقه نشا، معلقتين بقسماط ومعلقتين دقيق. يبقى ديت المقادير بتاعتي، معلقه نشا ومعلقتين بقسماط ومعلقتين دقيق ومعلقه صغيره مليانه زي ما انتم شايفين بيكنج باودر. دي مهمه عشان الكفته ما تطلعش مكتومه. الملح بقى حسب الرغبه. عندي بقى زنجبيل وفلفل اسمر وعندي بهارات لحمه. عايزه تحطي اي نوع بهارات من عندك انت بتفضليه مفيش مشكله خالص. قلبيها بقى كويس جدا. وبعد كده اهم حاجه بقى في الكفته بقى يعني عجني يا بنات. كل ما تعجنيها كويس لغايه ما تعمل زي خيوط كده في ايديكي هتبقى النتيجه ناجحه جدا ومش هتفك منك وهتطلع طريه جدا. اهم حاجه من 8 ل 10 دقائق لازم تقعدي تعجني فيها. عندي بقى اللي هي اللي كانت هنا ايد معلقه خشب، بصراحه انا مخليها بس اللي للكفته علشان انا بعمل بيها. عندك بقى اسياخ شيش طاووق، عندك شوكه او معلقه، المهم اي حاجه تصبعي عليها الكفته بتاعتك تبقى مفتوحه من النص بالشكل ده. خلصي كميتك. طبعا الطبق الازرق ده فيه يعني ميه او زيت، الحاجه اللي موجوده عندك الاثنين هيمشوا يعني ميه او زيت. طيب هنا بقى هبدا على الطاسه شويه زيت صغيرين. بصي يا بنات، لو في قطعه زبده عندك هتبقى اجمل واطعم، بس يعني انا ما كانش عندي زبده، بس بصراحه انا كنت على طول بعملها بقطعه زبده بتبقى اجمل يعني، وبالزيت برضو كويسه ما فيش مشكله، بس انا بقول لك الاطعم والالذ طبعا. بصي بقى يعني قلبي وغطي قلبي وغطي يعني بكل دقيقه كده، يعني دقيقتين هيبقى كمان كتير. طبعا على نار هاديه، اهم حاجه بس نار هاديه. اول مره تبقى نار عاليه وبعد كده التسويه هتبقى على نار هاديه، وغطيها واقعدي قلبي فيها لغايه انا عايزه الجوانب البيضاء ديت كلها ما تحمر علشان تستوي الكفته. يعني تغطي وتقلبي تغطي وتقلبي لغايه ما تخلصي الكميه بتاعتك. شايفين طلعناها كده اللي هي الكميه الاولانيه.
حطي بقى الكميه التانيه واعملي على نفس الطريقه برضه، غطي وقلبي بقى لغايه ما هتحمر من جميع الجوانب. رجعي اللي احنا طلعناها الاول عشان الكفته كلها تبقى مع بعض. وبرضه اللي شايفينها يعني ما مكلبظه ازاي وما خستش وما كشتش، ما عملتش اي مشكله معايا، ما شاء الله الطريقه مظبوطه جدا جدا. برضه الخطوه دي اختياريه، لو عايزه تحطي فحم كان بها، مش عايزه برضه الكفته طعمها تحفه وروعه من غير الفحم يا بنات، بس بالفحم هتكون اجمل طبعا. شايفين الصباع عامل ازاي؟ طري جدا، مكلبز، ما خسش ما كسش، ما بصي ما عملش اي مشكله معايا. يا رب الفيديو نور رضاكم الطريقتين، سواء اللي هي الطريقه ديت او الطريقه التانيه. بجد يا جماعه تعالوا بقى نشوف الكفته من جوه. يعني بصوا يعني حاجه كده تحفه، مستويه وطريه وجميله جدا، يعني ما يختلفش عليها اتنين. طبعا احنا كلنا بنحب وبنعشق اي نوع طبعا من الكفته، بس جربوا الكفته ديت فظيعه. اتمنى ان هو الفيديو نور رضاكم، سواء الوصفه ديت او الوصفه الاولانيه اللي هي ديت وكمان معاها الخضار. يا رب الفيديو نور رضاكم، والسلام عليكم.